اللي في الصورة قدامنا ده اسمه أيمن، إنسان ملامحه شايلة حكايات توجع القلب. ورا نظرة عينه المكسورة اللي انت شايفها دي في كمية صدمات تهد جبال وتخلي أي حد يسأل نفسه هو إزاي لسه واقف على رجله. أيمن ده مثال الناس الطيبة اللي الدنيا جت عليهم بزيادة، والناس اللي كانوا المفروض يكونوا سنده هم اللي طعنوه في ظهره بكل قسوة ومن غير رحمة. ملامحه بتبين لك إنه شاف من القهر ألوان، وكأن كل تجعيدة في وشه بتحكي قصة غدر بدأت من وهو لسه عيل صغير ومكملة معاه لحد ما بقى راجل. ركز في الصورة ديت كويس عشان تشوف المأساة الحقيقية لإنسان اتظلم من أبوه ومن مراته ومن المجتمع كله، وهتفضل محتار يا ترى أيمن ده بطل عرف يتحمل ولا ضحية ضاعت حقوقه في زحمة السنين. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة حابب أفكرك إن عرض حلقات برنامج القصة من الأول بيكون كل يوم حد وخميس الساعة 10 بالليل. يلا بينا نبدأ قصتنا. حكايتنا بتبدأ من عروس البحر المتوسط، اسكندرية الجميلة، بس مش في المناطق السياحية. احنا جوه واحدة من المناطق الشعبية اللي البيوت فيها قريبة من بعضها. الزمن كان سنة 2002. أيمن في الوقت ده كان لسه برعم صغير بيفتح على الدنيا، طفل عنده براءة السنين وبيحاول يفهم العالم من حواليه وهو في حضن أسرته. أيمن كان عايش في بيت متواضع جدا، جدرانه كانت شاهدة على كل لحظة تعب وشقة عاشتها أسرته عشان يربوه هو وإخواته البنات الثلاثة. أيمن كان الولد الوحيد وكان شايف إن أسرته دي هي أغلى حاجة عنده، وبالرغم من إن والده كان موجود بالاسم بس، لكن البيت كان عمران بوجود الأم. الوالد في الوقت ده كان ملوش أي دور حقيقي في التربية أو المسؤولية، كان عايش في عالم تاني خالص بعيدا عن هموم ولاده وطلبات بيته. اللي كانت شايلة الشيلة كلها من الألف للياء هي أمه. الست دي كانت مثال للست المصرية الأصلية الطيبة المحترمة اللي وهبت حياتها كلها لأولادها. كانت بتصحى من الفجر تجري على مصلحة أولادها وتهتم بكل تفصيلة في حياتهم، من أول أكلهم ولبسهم لحد أخلاقهم وتعليمهم. الجيران كلهم في المنطقة كانوا بيحلفوا بجدعنتها وأخلاقها، وعارفين إنها ست ب100 راجل وقفت جنب جوزها وصبرت على طباعه الصعبة من غير ما تشتكي المرة واحدة أو تطلع سر بيتها بره. مرت السنين والست دي كانت بتبني في ولادها طوبة طوبة، لحد ما في يوم القدر كان ليه رأي تاني. الأم جالها مرض من الأمراض الوحشة اللي بتهد الحيل. تعب بدأ يظهر على وشها الجميل وحركتها اللي بدأت تقل تدريجيا لحد ما بقت شبه مقيدة في مكانها. وبالرغم من الوجع اللي كان بياكل في جسمها كانت بتحاول بكل قوتها إنها تخبي تعبها عن ولادها وجوزها. ما كانتش عايزة تحسسهم بضعفها ولا تشيلهم همها وهي في عز محنتها. كانت دايما بتضحك في وشهم وهي بتتألم من جواها، وبتحاول تمارس حياتها الطبيعية على قد ما تقدر عشان سفينة البيت ما تغرقش. وبعد سنة كاملة من المعاناة مع المرض وأيمن بيشوف أمه بتضعف قدام عينيه كل يوم، حصلت الصدمة اللي ما كانش حد يتخيلها أبدا من إنسان بيتقال عليه أب. الأب دخل على الأم وهي في قمة تعبها، وبدل ما يطبطب عليها أو يشيل عنها شوية من الحمل اللي عليها قال لها كلام يوجع أكتر من المرض نفسه. قال لها بمنتهى البرود إنه مش قادر يتحمل قعدتها دي ولا مرضها اللي طول، وإن عايز يشوف حياته ويتجوز واحدة تانية تخدمه وتملى عليه دنيته. والمصيبة مش هنا، المصيبة إنه قال لها إنه عايز يطلقها وينهي كل اللي بينهم، وكأن السنين اللي عاشتها معاه وتعبها في تربية ولاده ملهاش أي تمن عنده. اللحظة دي كانت قاسية جدا على الأم وعلى أيمن وإخواته. الصدمة خلتهم مش عارفين ينطقوا ولا يدافعوا عن نفسهم. الأب
كمل مسلسل جبروته وقال للأم إنه محتاج فلوس عشان يبدأ حياته الجديدة ويتجوز العروسة اللي اختارها. وبكل بجاحة طلب منها تديله كل الذهب والفلوس اللي معاها اللي شايلها للزمن وللعيال، وهددها إن لو ما خدش اللي هو عايزه هيعمل لها فضيحة بجلاجل، ويقول للناس إنها ست مقصرة في حقوقه الشرعية عشان يبرر غدره قدام الكل. الأم من كتر كرهها ليه ورغبتها إنها تخلص منه وتشتري راحة بالها وافقت بمنتهى الانكسار إنها تديله كل اللي حيلتها في مقابل إنه يطلقها ويسيب لها الولاد يتربوا في حضنها. أيمن في الوقت ده كان طفل عنده 15 سنة، يعني كان في سن بيبدأ يتشكل فيه وعيه، وتلقى أول صدمتين هدوا كيانه. صدمة مرض أمه اللي كانت بتمثل له القوة والأمان، وصدمة أبوه اللي باعه وباع أسرته عشان نزوة وفلوس. الأب خد الفلوس والذهب ومشي، وما فكرش حتى يميل على أيمن يودعه أو يسأل على بناته. ساب وراه بيت مكسور وست مريضة وشاب لسه مش عارف الدنيا مخبية له ايه. لكن الأم برغم مرضها وانكسار قلبها حاولت تتماسك قدام ولادها، وبدأت تزرع فيهم إن والدهم ده إنسان غلبان، وإن الظروف هي اللي أجبرته يعمل كده. كانت بتحاول تجمل صورته المشوهة عشان ما يطلعوش كارهين للحياة، وكانت هي السد المنيع اللي بيحمي أيمن من إنه يقع في فخ الحزن والاكتئاب. مرت السنين وأيمن كبر وبقى هو راجل البيت بالرغم من صغر سنه. كان بيشوف أمه بتعافر مع المرض وبتحاول تجوز بناتها التلاتة بكل الطرق. الأم استلفت وضغطت على نفسها وشالت هموم ما تتشالش عشان تسطر بناتها، والوالد كان شبه مختفي، يدوب يظهر في فرح أو مناسبة يبارك ويمشي وكأنه ضيف غريب ملوش أي علاقة بالتكاليف أو التجهيزات. أيمن كان بيراقب كل ده بوجع، وبدأ يفهم إن الأب الحقيقي هو اللي بيشيل المسؤولية مش اللي بالاسم بس. الأم كانت خايفة على أيمن جدا، وكانت خايفة إن الطباع القاسية اللي شافها في أبوه تظهر فيه، فكانت مركزة معاه بزيادة وبتعلمه يعني إيه رجولة ويعني إيه راعي اللي حواليه. وصلنا لسنة 2012 وأيمن اتخرج من الجامعة وبقى شاب عنده 23 سنة، وبدأ يشوف مستقبله ويشتغل عشان يشيل الحمل عن أمه اللي كان المرض تمكن منها تماما. وفي السن ده أي شاب بيكون محتاج أب يسنده، يشاركه أفكاره، يحس بوجوده جنبه. بس أيمن كان محروم من كل ده. كان بيشوف أصحابه بيحكوا عن أبهاتهم وهو ساكت، وما كانش بيحكي لأمه عشان أمه ما تحسش إنها مقصرة معاه أو إنها فشلت إنها تعوضه عن غياب الأب. كان عايش حياته ما بين الشغل وخدمة أمه وإخواته لحد ما جت سنة 2013 أبوه ظهر فجأة وبدون أي مقدمات. الوالد رجع وقعد مع أيمن وكأنه كان موجود طول السنين اللي فاتت، وبدأ يكلمه في موضوع الجواز، وقال له إنه لقاله عروسة مفيش زيها، بنت طيبة ومن عيلة غلبانة، وإنه شافها وحس إنها هي دي اللي هتعرف تخدمه وتصوم بيته وتشيل أمه في عينيها. الأم أول ما سمعت الكلام ده قلبها اتقبض، ما كانتش مرتاحة لأي اختيار يجي من ناحية الأب، لأنها عارفة إن اختياراته دايما وراها مصلحة شخصية أو مصيبة ما تكونش على البال. لكن الأب عرف يضغط على وتر حساس عند أيمن، قعد يقنعه إن البنت وأهلها ناس غلابة وما لهمش طلبات، وإن كل اللي يهمهم الستر، وده معناه إن أيمن مش هيتعب في المصاريف ولا أبوه هيضطر يدفع حاجة. أيمن كان نفسه في اللحظة دي لحظة إنه يحس بوجود أبوه جنبه، كان نفسه يصدق إن أبوه أخيرا فكر فيه وقرر يساعده. وهنا أيمن وافق إنه يقعد مع البنت ويشوفها. أما الأم فبرغم رفضها الداخلي وافقت برضه عشان ما تكسرش بخاطر ابنها اللي كان متعلق بأمل بسيط إن عيلته تتلم تاني. الأب رتب ميعاد مع البنت اللي كان اسمها رضوى، وقال إنها قريبة واحد صاحب الروح بالروح، وإنها جاية من الأرياف
تشتغل في اسكندرية عشان تساعد أهلها الغلابة. أول ما أيمن شاف رضوى انبهر بجمالها الهادي وملامحها اللي كانت بتبان كأنها ملاك بريء نازل من السماء. البنت كانت رقيقة جدا وكلامها محسوب، وأيمن من أول نظرة حس إن قلبه اتخطف، واتأكد إن أبوه المرة دي أصاب في اختياره. رضوى وافقت على كل شروط أيمن، وأهمها إنها تعيش مع والدته المريضة وتراعيها، وقالت له إنها هتشيلها في عينيها وهتكون لها البنت اللي هي ما خلفتهاش. الأم في القعدة ديت لاحظت إن الدنيا متسهلة بزيادة، وإن أم رضوى هي اللي ممشيها كل حاجة، وبنتها مجرد صورة، والوالد مالوش كلمة نهائي. وده زود شكوكها، بس لما شافت فرحة أيمن وقراره سكتت، ودعت من قلبها إن ربنا يتمم على خير وما يطلعش ورا الجوازة دي وجع قلب. اتفقت العيلتين إن الخطوبة تكون 6 شهور بس عشان يلحقوا يجهزوا، والغريب إن بمجرد ما الاتفاق تم أبو أيمن اختفى تاني، وكأن مهمته خلصت لحد هنا. أيمن بدأ يجهز عش الزوجية بكل حب، وكان بيشتغل ليل نهار عشان يفرش شقته أحسن فرش لرضوى اللي كانت في نظره الملاذ اللي هيهرب فيه من كل صدمات حياته. وفي سنة 2014 الفرح تم، وأيمن اتجوز رضوى وطلعوا شقتهم. بس الليلة اللي كان المفروض تكون أسعد ليلة في حياته تحولت لبداية كابوس ما كانش يحلم بيه في أسوأ أحلامه. أيمن اكتشف في ليلة الدخلة إن رضوى مش بنت بنوت، وإن اللي مكتوب في القسيمة عكس الحقيقة تماما. أيمن في اللحظة دي حس إن جبل من الهم نزل فوق صدره، وبقى مش قادر ياخد نفسه وهو بيشوف أحلامه في الاستقرار بتتحطم قدام عينيه. ما كانش عارف يتصرف ازاي ولا يفكر ازاي، هل يواجهها ويفضحها والمنطقة كلها تعرف، ولا يسكت عشان خاطر أمه المريضة اللي مش هتتحمل صدمة زي دي. أيمن قعد مع أمه وحكى لها وهو بيعيط، لكن أمه بقلبها الطيب قالت له إنه يمكن يكون فاهم غلط، وإن البنت شكلها محترم وأهلها ناس طيبين، وحاولت تقنعه إن الشيطان عايز يخرب بيته من أول يوم. هنا أيمن حاول يصدق كلام أمه وقال يمكن فعلا أنا متلخبط من كتر التفكير، وقرر هنا إنه يشيل الموضوع ده من دماغه خالص ويفتح صفحة جديدة. لكن تاني يوم الصبح وفي الوقت اللي كان أيمن بيحاول فيها يستعيد توازنه، الموبايل رن برقم غريب ما كانش يعرفه. أول ما فتح السكة سمع صوت راجل غريب بيقول له رسالة خلت الدم يتجمد في عروقه. الراجل قال له بمنتهى الوضوح انت اتجوزت واحدة ما عندهاش أخلاق وليها سوابق وعلاقات كتيرة جدا، وانت راجل طيب وعلى نياتك، وأهلها استغلوك عشان تستر عليها وتعيش هي على راحتها. أيمن ما كانش قادر ينطق، والخط اتقفل في وشه بسرعة قبل ما يسأل مين اللي بيكلمه. نار الشك رجعت تنهش في قلبه من جديد، واتصل فورا بوالد رضوى عشان يسأله، لكن اللي ردت كانت أمها. وبمجرد ما حكى لها بدأت تصرخ وتدعي إن في ناس حاقدين عايزين يخربوا بيت بنتها، وقالت له إن ده أكيد جارهم اللي كان نفسه يتجوزها وهم رفضوه، وحذرته إن لو مشي ورا الكلام ده هيخسر مراته اللي بتحبه. أيمن حاول يقتنع، ورضوى لما عرفت عملت نفسها زعلانة ومنهارة وبدأت تعاتبه إزاي يشك فيها، وده خلى أيمن يحس بالذنب ويحاول يصالحها. فات أسبوع وأيمن رجع لشغله، لكن ما كانش هو أيمن اللي أصحابه عارفينه. كان بيقعد وسطهم سرحان وتايه، والفرحة اللي المفروض تكون في عيون العريس كانت غايبة تماما. وبعد شهر أيمن رجع من الشغل في يوم، فجأة كده لقى رضوى مش موجودة في البيت، وأمه متعرفش عنها حاجة، وتليفونها مقفول. قعد يدور عليها زي المجنون، ولما كلم أهلها قالوا له إنها جات لهم بشنطة هدومها زعلانة ومحتاجة تبعد عنه شوية. أيمن سابها تهدي نفسها، بس في نفس الليلة
جات له نفس المكالمة من الرقم الغريب اللي اتصل بيه قبل كده، وبيأكد له صاحب المكالمة إن مراته ماشية في طريق شمال. رضوى قعدت عند أهلها شهر كامل، وأيمن ما كانش عارف يوصل لها ولا حتى يكلمها. كل ما يكلم أهلها يتحججوا له بأي حجة، لحد ما في يوم لقى الباب بيخبط، وطلعت له مين؟ أخت رضوى، هي اللي كانت بتخبط عليه. أيمن رحب بيها وبدأت تتكلم معاه بأسلوب غريب، وقالت له إن رضوى زعلانة منه جدا. وفجأة وبدون أي كسوف بدأت أخت رضوى تعرض عليه إنها تخش معاه في علاقة غير شرعية عشان تعوضه عن غياب أختها وتكون هي البديل لأختها. وهنا أيمن اتصدم صدمة عمره وراح طردها من البيت، وهو بيسأل نفسه هو أنا وقعت وسط مين؟ وإيه العيلة اللي مش عارفة يعني إيه معنى الشرف ده؟ تاني يوم رضوى رجعت البيت وكأن مفيش حاجة حصلت، وقالت له إنها قررت ترجع لبيتها وتحافظ عليه. أيمن ما كانش عارف يحكي لها ولا ما يحكي لهاش اللي أختها عملته، بس فضل يراقب الموضوع بحذر. وبعد أسبوعين رضوى فاجئته بخبر إنها حامل. هنا حياة أيمن وأمه اتغيرت تماما، وحس إن ده ممكن يكون تدبير ربنا عشان يربطه بمراته ويبدأ صفحة نظيفة. مرت شهور الحمل بصعوبة، ورضوى كانت بتقضي أغلب وقتها عند أهلها بحجة التعب، لحد ما ولدت وجابت طفلة زي القمر. وأيمن قرر إنه ينسى كل اللي فات عشان خاطر بنته، لكن الحقيقة مهما استخبت لازم تظهر في يوم من الأيام. بعد سنة من الجواز أيمن كان قاعد مع أصحابه على القهوة، وصاحبه عرض عليه ينقله شوية أفلام ومسلسلات جديدة على كارت ميموري. أيمن خد الكارت ورجع البيت وبدأ يتفرج. لفت نظره ملف باسم غريب مستخبي وسط الأفلام. أول ما فتحه الدنيا اسودت في وشه. شاف مراته رضوى متصورة في فيديوهات وهي بتمارس علاقات شمال مع رجالة تانية. وهنا أيمن كلم صاحبه على طول وكان منهار، وصاحبه قال له بمنتهى الأسى إنه كان عارف الحقيقة ديت وما كانش عارف يوصلها له إزاي غير بالطريقة دي، وإن الفيديوهات دي منتشرة على مواقع كتيرة جدا في النت والكل بيشوفها. هنا أيمن واجه رضوى باللي شافه، لكنها بكل بجاحة أنكرت وقالت له إن الفيديوهات دي متفبركة وإن أصحابه عايزين يخربوا بيته. ولما لقت إن أيمن مش مصدقها خدت بنتها ولمت هدومها وسابت له البيت ومشيت. أيمن هنا مسكتش، خد الفيديوهات وراح لجهات فنية متخصصة اللي أكدت له إن الفيديوهات ومفيش فيها أي تلاعب. وهنا حاول يوصل لرضوى أو أهلها، لكنهم أنكروا معرفتهم بمكانها وهددوه إنه مش هيشوف بنته تاني. وهنا بدأت صدمة تانية تنهش في قلب أيمن. يا ترى البنت دي بنتي فعلا ولا هي كمان جاية من سكة شمال؟ أيمن بدأ إجراءات قانونية عشان يثبت نسب بنته ويفضح اللي حصل، لكنه اتصدم بصدمة ما كانتش على البال. بعد 4 شهور من اختفاء مراته رضوى أيمن اكتشف إنها رفعت عليه قضية خلع وكسبتها غيابي وبقت رسميا مش مراته. والأنيل من كده إنها اتجوزت راجل تاني رسمي وعايشة معاه هي وبنته، وأهلها لسه بيقولوا إنهم مش عارفين عنها حاجة. أيمن هنا لقى نفسه خسر كل حاجة، خسر بيته وشرفه وحتى بنته مش عارف يوصل لها ولا يثبت هي من صلبه ولا لأ. وأبوه اللي كان سبب في الجوازة دي رفع إيده من الموضوع وقال له أنا ماليش دعوة، أنا جبت لك العروسة وأنت اللي وافقت. قصة النهاردة بتقول لنا إن الناس الطيبين دايما بيدفعوا تمن الثقة بتاعتهم في الناس الغلط. الخيانة ما بتجيش من بعيد، أحيانا بتيجي من أقرب الناس ليك ومن الناس اللي هي المفروض يختاروا لك الصح. أيمن اتظلم من أبوه اللي باعه وهو صغير وجاب له شيطانة في صورة عروسة أما كبر، واتظلم من مراته اللي باعت شرفه مقابل سكة الغلط. لازم الواحد يفتح عينيه كويس وما يمشيش ورا المظاهر، لأن في قلوب ما بتعرفش ربنا ومستعدة تدمر حياة إنسان كاملة عشان نزواتها.
تفتكروا أيمن كان ممكن يتفادى كل اللي حصل ده لو كان سمع كلام أمه من الأول؟ وإيه رأيكم في موقف أبوه اللي تخلى عنه مرتين؟ بستنى رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكم إشعار بكل حلقاتنا الجديدة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.